عايز تشتغل في مجال البرمجة وتكسب فلوس كويسة؟ عايز تدخل أي شركة وانت حاطط رجل على رجل وواثق ان هم هيعينوك؟ ده معناه انك ما ينفعش تكتفي بس بالكورسات والتعليم، انت لازم تعمل مشاريع كتير جدا تحطها في السي في بتاعك، تشجع الشركة ان هي تعينك او تشجع اي حد ان هو يشتغل معاك فريلانس. بس المشكلة ان المشاريع دي هتحطها ازاي وهتعملها ازاي وانت ما عندكش الافكار اصلا اللي انت تعمل بيها المشاريع. عشان كده جيت لك في الفيديو ده اقول لك افكار مشاريع كتير جدا تعملها تقوي السي في بتاعك وتساعدك ان انت تشتغل وتدخل اول شركة برمجة. فيلا بينا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. انا علي شاهين، سوفت وير تيم ليدر وتكنيكال كونسلتنت والمدير التنفيذي لشركة اي تي ليجند. لو عايز تستفيد من خبراتي في البرمجة وفي البيزنس وفي الحياة اشترك في القناة عشان ما يفوتكش اي حاجة من الحاجات اللي احنا عاملينها، وانا اوعدك انك لما تشترك هتحس فرق كبير ايوه في كل الحاجات. سايب لك في الديسكربشن لينكات كتير جدا هتساعدك لو انت عاوز تتعلم البرمجة، منها كورساتي المجانية ومنها كورساتي المدفوعة ومعلومات التواصل بتاعتي اللي من اهمها جروب التليجرام. اولا كده يا جماعه عايز اعرف رايكم في اللوكيشن وفي التغيير الكبير اللي احنا بنعمله الفتره دي في الفيديوهات، اللي هو الهدف الاساسي منه ان انتوا تستفيدوا اكتر وتتعلموا اكتر من الفيديوهات بتاعتنا. الحقيقه ان الناس كلها لما بتشتغل في مجال البرمجه بتركز على فتره التعلم، ان انا اتعلم ازاي والروب ماب ازاي والكلام ده كله، لكن محدش بيركز معاك ايه المشاريع اللي انت تعملها عشان تبقى شخص بروفيشنال تقدر تشتغل في شركه. المشاريع اللي انا جمعتها لك النهارده دي مشاريع لو انت عملتها فعلا هتبقى شخص محترف وتحط رجل على رجل وانت قاعد قدام اي حد في الانترفيو، مش بس عشان الافكار اللي فيها، ده عشان التحديات اللي انت هتقابلها في كل مشروع اللي هي مختلفة من كل مشروع للتاني. فبالتالي ركز في كل مشروع فيهم وابتدي بالترتيب اللي انا هديهولك لحد النهاية. المشاريع اللي هنتكلم عليها الاول دي لمين بالظبط؟ لحد عايز يشتغل فول ستاك، او حد عايز يشتغل باك اند، او حد عايز يشتغل موبايل ابلكيشن، او حد عايز يشتغل الثلاثة مع بعض كمان ممكن، لان انا في كل مشروع هقول لك مين اللي ممكن ينفذ المشروع ده. فيلا بينا نروح على اول مشروع. المشروع الاولاني وهو ان انت تعمل بيرسونال ويب سايت. طبعا موقع شخصي، كلنا ابتدينا البدايه دي يا صديقي. طبعا اول ما بنتعلم البرمجه بنكون فرحانين جدا باللي احنا اتعلمناه، فاللي هو عاوزين نعمل موقع لينا ولا لواحد صاحبنا ولا لواحد قريبنا. الموقع الشخصي بيعلمك حاجات كتير طبعا، لان هو بيخليك تقفل موقع من اوله لحد اخره. وطبعا يا سلام لو في عميل معاك بيطلب منك طلبات معينه، فاللي هو هيطلب منك تعديلات وحاجات تخليك تعرف تنتج المشروع بشكل بروفيشنال وبشكل كامل. عشان تطلع بيرسونال ويب سايت هتمر بشويه تحديات. اول تحدي هو الكونتنت، انت هتكتب ايه في الويب سايت؟ وسلام لو انت بقى عامل الويب سايت ده لنفسك، فاللي هو انت اصلا هتلاقي نفسك مش عارف تتكلم عن نفسك، فاللي هو مش لاقي حاجه تقولها اساسا. فاللي هو لو انت لقيت نفسك مش عارف تتكلم عن نفسك، اعمل المشروع ده لحد انت بتحبه او حد انت متابعه. سي مثلا انت بتحب ميسي فاعمل الموقع لميسي عادي، مفيش مشاكل خالص. فتقدر تجيب كونتنت تحطه في الويب سايت يساعدك ان انت تنتج القصه بتاعتك دي كويس جدا. تاني نقطة وهي احترافية تسليم المشروع. انت هتبقى اتعلمت تعمل موقع، لكن عشان تعمل موقع تقدر ان انت ترفعه وتخلي الناس كلها تخش تتفرج عليه وتقول لك الله انت عملت فعلا مشروع جميل، في شويه تريكات كده انت بتبقى محتاج تعملها، اللي هو تقفيل مثلا اللينكات اللي في المنيو، تقفيل اللينكات اللي في الفوتر، ان ما يكونش في اي حاجه مش مستخدمه موجوده عندك في الموقع. كل الحاجات دي ممكن تسقط عندك وانت بتتعلم، لكن وانت بتعمل ديليفر لمشروع فعلا هيشتغل برودكشن هتبقى حريص جدا ان كل الحاجات دي تبقى متظبطه. ثالث تحدي انت ممكن تقابله هو التعامل مع الجافا سكريبت، لانك في الغالب هتحتاج ان انت تتعامل مع بلجنز خاصه بالجافا سكريبت، وللاسف في ناس كتير جدا لما بيتعلموا باك اند بيهملوا الجافا سكريبت بنسبه كبيره. فطبعا هتلاقي ان انت عشان تنتج موقع كامل وتطلعه للعميل انت لازم تتعامل مع الجافا سكريبت، فهتلاقي ان ده تحدي كبير جدا هيقف قدامك. لو قدرت تعدي التحديات دي هيبقى بالنسبه لك المشروع سهل جدا. ايه بقى المين فيتشرز اللي احنا عاوزينها تطلع في الويب سايت ده؟ بص يا صديقي، اول حاجه عايزك تعمل الصفحات اللي هم الهوم والاباوت اس، وتعمل مثلا لو عندك صفحه مثلا للسيرفيسز اللي هي الخدمات اللي بيقدمها الشخص ده او انت بتقدمها،
وتعمل مثلا لو في عندك فوتو ألبوم، ولو انت عندك مثلا فيديوز، ولو انت عندك صفحه للكونتاكت اس. دي كل الحاجات اللي انت محتاجها في اي بيرسونال ويب سايت. وانا اتمنى ان انت تعمل الويب سايت ده لنفسك. ليه اتمنى ان انت تعمله لنفسك؟ عشان يبقى اول ويب سايت تحطه في السي في بتاعك. بجد هيساعد الناس ان هم يوصلوا لك، ويساعدهم جدا ان هم يشغلوك. الناس هيحبوا ان هم يشوفوا حد بيقدر يتكلم عن نفسه وعامل حاجه محترمه لنفسه. فلو انت قدرت ان انت تعمل مين فيتشرز دول، ده معناه انك خلصت المشروع ده. ولو انت خلصت المشروع ده وعملته تمام، يلا بينا بقى معايا على المشروع اللي بعده. المشروع اللي بعده لازم يكون طبعا اكثر تعقيدا، ويكون فيه حاجات اكتر ان انت تستخدمها وتتعلم فيها. فالمشروع ده هو اي كوميرس ويب سايت. اتكلمت كتير انا عن فكره ان انت تجرب في اي كوميرس ويب سايت، لان هو بزنس كبير وفيه تفاصيل كتير، وممكن فعلا يساعدك انك تطبق مهارات كتير قوي من اللي انت اتعلمتها. هتلاحظ ان كل بروجكت انا بتكلم عنه لازم اخليك فيه تتعامل مع قواعد البيانات، ولازم اخليك فيه تتعامل مع جافا سكريبت وحاجات كده كتير تسهل لك ان انت تطبق كل اللي انت اتعلمته. الاي كوميرس ويب سايت هو مشروع من خلاله تقدر تضيف منتجات، والمنتجات تظهر عندك على الموقع. تقدر المنتج ده انك تضيفه مثلا للكارت، وتقدر انك تشتريه وتشوف الهيستوري بتاعه الكاستمر بتاعك. في تحديات كبيره هتقابلك وانت بتعمل المشروع ده. على سبيل المثال ان البيزنس كبير جدا بتاع الاي كوميرس، فحاول ان انت ما توسعش المشروع من ايدك، لان لو وسعته من ايدك حرفيا انت ممكن ما تخلصش المشروع، تفضل قاعد فيه للابد. وانا هوريك كمان شويه كمان التطورات بتاعت المشروع ده ممكن تكون عامله ازاي لو كملت معايا الفيديو لحد النهايه. تاني تحدي ممكن يقابلك وهو البيزنس نفسه بتاع الاي كوميرس. البيزنس اللي هو ازاي انت بتضيف للكارت، ازاي بتعمل البرومو كود، ازاي بتعمل مثلا عمليه الشراء لحد النهايه، ازاي بتعرض الهيستوري. كل الحاجات دي ده المفروض بيزنس. البيزنس ده لو انت ألميت بيه وعرفت الحاجه دي بتتعمل ازاي از بيزنس، هتقدر تطبقها برمجه. فلذلك انصحك ان انت تتفرج على مواقع كتير مثلا فيها اي كوميرس، زي امازون، زي اي باي، زي مثلا علي بابا، الحاجات دي كلها. فده هيعلمك ان انت تشوف البيزنس نفسه بيتطبق ازاي. تالت حاجة هتقف معاك برضو، وهي انك ازاي تركب كل الكومبوننتس دي مع بعضها. ازاي تركب مثلا بقى الشوبينج كارت مع عمليه الشراء، مع لو انت مثلا عايز تعمل دفع عن طريق بيمنت جيت واي. كل الكلام ده ان انت تجمعه لوحده في مشروع متكامل، اي ثينك ان هو برضو حاجه من التحديات اللي ممكن تقابلها في المشروع ده. طيب تعالى بقى نتكلم مع بعض عن المين فيتشرز اللي انا عاوزك تطلع بيها من المشروع ده. الحاجات اللي انت لازم تنفذها عشان تقدر تقول ان انا خلصت المشروع ده. الفيتشرز بتنقسم للآتي. اول حاجه البرودكت كاتالوج، اللي هو طريقه عرض المنتجات عندك على الويب سايت، وطريقه ادخال المنتجات عندك على الويب سايت من الباك اند. ده ينقسم لصفحه المنتجات الرئيسيه وصفحه تفاصيل المنتج كمان. نيجي للمرحله اللي بعدها وهي مرحله الكارت، اللي هي ازاي تحط الايتم في الكارت، وعمليه بقى البرومو كود والخصومات والعروض اللي بتبقى على المنتجات والكلام ده كله. دي تاني جزء موجود معاك. الجزء التاني اللي انا عاوزك تعمله برضو اللي هو سجل العملاء، اللي هو بيتخزن فيه الاوردرات اللي هم عملوها. مهم جدا ان هو يكون موجود عندك في الويب سايت. ما ينفعش يكون عندك منتجات وبتضيف للكارت وما بتحطش الحاجات دي في الحساب بتاع العميل. ولازم يكون في عندك داشبورد محترمه بتظهر فيها الاوردرز اللي بتيجي على السيستم، وتظهر فيها كل عميل الاوردرز بتاعته بتبقى شكلها عامله ازاي. ويا سلام لو في داشبورد صغيره كده مع شويه احصائيات او كلام من ده، تبقى انت يعني بص يعني عملت الصح وزياده شويه. هتقولي بس يعني الاي كوميرس بيبقى فيه تفاصيل برضو اكتر، بيبقى فيه حاجات اكتر، يعني المفروض ناخد تاسكات اكتر في مشروع زي ده. هقول لك بص، ما تقلش على نفسك في المشاريع اللي في البدايه. حاول ان انت تعمل فيتشرز قليله، مش لازم تعمل كل الفيتشرز، بس تطلع حاجه متقفله وحاجه معمول لها تاستنج كويس جدا. يعني اعمل تاستنج، تاكد ان كل الحاجات اللي انت عاملها صح، ما فيهاش باجز، ما فيهاش مشاكل. ده عندي احسن بكتير جدا من انت تقعد تحط فيتشرز كتير 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 وكلها عماله تفرقع وتعمل مشاكل. وطبعا يا صديقي، لو انت عاوز تتعلم برمجة الويب وتعمل مشروع اي كوميرس وتتدرب على مشاريع عملية بتمبلتس وديتا حقيقية موجودة، فتقدر انك تشترك في دبلومة الويب اللي موجودة عندنا، اللي مكونة من 4 كورسات: سي شارب وسيكوال سيرفر وجافا سكريبت واي اس بي دوت نت ام في سي. وبيبقى في عندنا جروب تيليجرام بنتابع عليه الناس والمشاكل وبنحلها لهم، وبيكون عندنا شهادات معتمدة دوليا لو انت كمان عاوز شهادة تساعدك ان انت تشتغل. وطبعا عندنا عدد كبير من الناس اشتركوا معنا بفضل الله سبحانه وتعالى
وتعالى وقايلين رايهم في الدبلومه. هتلاقي كل ده موجود في اللينك اللي موجود في الديسكربشن، لو فتحته هتشوف فيه كل التفاصيل دي وتقدر انك تشترك معانا وتشرفنا في عيله دبلومه الويب. المشروع رقم 3 اللي موجود معانا ويمكن هو مختلف شويه عن المشروعين اللي فاتوا، هو مشروع شيبينج سيستم، ان انت بتعمل سيستم لشركه شحن. شركه شحن هو السيستم بتاعها كله ايه؟ ان الناس بيضيفوا عندها شحنات، والشحنات دي بيقدروا ان هم يعملوا تراكنج للشحنات بتاعتهم دي لحد ما الشحنه توصل لهم، ولحد ما الشحنه توصل لهم وبيبقى في مندوب، المندوب ده قاعد بيتابع الشحنه، كل ما الشحنه توصل لمكان معين بيعمل تغيير للستيتس بتاعت التراكنج وانت بتتابع. بس مش هي دي الفكره الوحيده اللي موجوده في الشيبينج سيستم. الفكره ان في شركات كتير بتبقى عامله مشاريع اي كوميرس، والشركات دي عايزه تعمل انتجريشن معاك عشان لما يحصل عمليه بيع يتبعت لك اوتوماتيك انت عندك في السيستم ان في شحنه اتعملت. فدي حته جديده وتحدي جديد عايزين نخشه مع بعض، وهو تحدي الانتجريشن. ازاي تعمل اي بي اي الناس يندهوها من عندك، وازاي تعمل اي بي اي من عندك الناس يشوفوا من خلالها التراكنج بتاع الشحنه بتاعتهم. وده اول تحدي انت هتشوفه في المشروع ده. تاني تحدي هتقابله في المشروع ده وهو التعامل مع داتا كتيرة، لانك هتبتدي دلوقتي تتعامل مع داتا بقى مش 1000 و2000، لا هتبتدي تخش في ال10000 في ال15 في ال20000. فبالتالي هتبتدي ان انت تخش اكتر في الداتابيز، تخش اكتر في الجافا سكريبت، تخش اكتر في تفاصيل جوه البروجرامينج وتكتسب خبرات افضل. التحدي الثالث اللي انت هتقابله ان انت هتشتغل في تيم وورك، ان انت مش هينفع تكون شغال لوحدك. اولا مشروع زي ده لازم يكون ليه موبايل ابلكيشن، يعني مشروع الاي كوميرس ممكن ما تعملوش موبايل ابلكيشن، انما ده تحديدا لازم موبايل. ليه؟ المندوب اللي بيتابع الشحنه ممكن يكون عايز يغير التراكنج عن طريق الموبايل ابلكيشن، الناس اللي بيتابعوا الشحنه بتاعتك اكيد عايزين موبايل ابلكيشن عشان يقدروا يتابعوا الشحنه يعني ستيب باي ستيب. فكل ده هيعني ان انت لازم تشتغل مع حد، ممكن يكون حد من زمايلك هيشتغل معاك في المشروع ده، او انت تتخيل ان في حد هيشتغل معاك، فانت لازم تعمل حسابك في حاجات كتير هنتكلم عنها دلوقتي. ايه بقى المين فيتشرز اللي احنا عاوزينها في السيستم ده؟ اول حاجه انت لازم تعمل لي ويب سايت موجود فيه صفحات كانه بيرسونال ويب سايت عادي جدا. وبعدين حاجه مهمه قوي، انا مش عاوزك كل ما تيجي تعمل ويب سايت ان انت تعمل التمبلت فروم سكراتش، لا خش اشتري تمبلت عادي جدا، اشتري تمبلت من على الثيم فيرست، او اشتري تمبلت من على اي موقع، او نزل حتى فري تمبلت. يعني انت ممكن تعمل التمبلت بايدك في اول مشروع، بس بعد كده ما تعملش حاجه بايدك لانك في سوق العمل مش تعمل حاجه بايدك. فانت عادي اشتري تمبلت ونزلها، اعمل لي الصفحات الرئيسيه بتاعه الموقع، ده اول حاجه. تاني حاجه هتعمل لي صفحه من خلالها انا از يوزر اقدر اضيف الشيبمنت بتاعتي من خلال الموقع. كمان هتعمل لي طريقه ان انا ممكن اضيف الشيبمنت من خلال الادمن، حد كلمني على الكول سنتر وانا من خلال الكلام على الكول سنتر مليت الشيبمنت بتاعتي واتضافت من خلال المسؤول اللي بيشتغل على الادمن بانل. ثالث حاجه هتعمل لي ويب اي بي اي من خلالها اي موبايل ابلكيشن او اي سيستم خارجي يقدر يضيف لك الشيبمنت بتاعتك على السيستم. وهو ده التحدي الاولاني اللي احنا اتكلمنا عليه بتاع الانتجريشن، لانك مش بس محتاج تعمل الاي بي اي، انت محتاج كمان تعمل لها دوكيومنتيشن عشان لو حد مش فاهم السيستم بتاعك يفهمه بسهوله. فلازم تتعلم حاجه مثلا زي السواجر، لازم تتعلم مع حاجه زي البوست مان. كل دي حاجات انا بدربك عليها عشان هتلاقي الكلام ده لما تشتغل في سوق العمل يا باشا. ثالث حاجه انك تعمل لي صفحه اسمها الشيبمنت تراكنج اللي من خلالها بتقدر تتابع الشحنه بتاعتك لحد ما توصل. وعاوز الصفحه بتاعت التراكنج دي يتعمل لها اي بي اي، من خلال الاي بي اي دي اقدر اشوف التراكنج عشان اقدر اعرضه في الموقع بتاعي. تخيل ان انت لو عملت موقع الاي كوميرس اللي انا اتكلمت عنه من شويه، تخيل بقى دلوقتي ان انت بتعمل انتجريشن بتوين موقع الاي كوميرس وموقع الشيبينج. فاللي هو انت دلوقتي بتكبر المشروع بتاعك، ما بقاش مجرد اي كوميرس، بقى اي كوميرس وكمان انتجريتد مع شركه شحن. طبعا لازم تعمل لي الجزئيه بتاعه تغيير الستيتس بتاعه التراكنج، يعني من خلال الادمن بانل يقدر يخش المندوب يغير ستيتس بتاعه التراكنج اللي هو مثلا ايه، تم الشحن، تم التوصيل، تحت التسليم، فوق التسليم، جنب التسليم، anyway بقى ايا كانت الستيتس اللي هو يغيرها يعني. وطبعا تعمل امكانيه ان الكلام ده ممكن يتغير من خلال موبايل ابلكيشن، عشان زي ما اتفقنا السيستم ده لازم معاه موبايل ابلكيشن.
المشروع رقم 4 واستكمالا للمشروع الكبير بتاع الاي كوميرس اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية، المشروع ده هو عبارة عن ستور مانجمنت سيستم، برنامج لإدارة المخازن. وطبعا البرنامج ده من اكتر البرامج اللي انت ممكن تشوفها بتطلب في السوق، وسهل قوي ان انت تسوقه لو انت عملت. لو حسين ابن عمك مثلا عنده السوبر ماركت فانت ممكن تبيعه له، او لو ابراهيم ابن عمك مثلا عنده مخزن بيخزن فيه خشب ولا بيخزن فيه اي حاجة، عاوز يستخدم سيستم زي ده، تقدر انك تسوقه له بمنتهى السهولة. لكن خلي بالك، عشان تعمل برنامج مخازن لازم تكون فاهم البيزنس بتاعه، لان البيزنس بتاعه مش سهل، وهو من اكبر التحديات ان انت تعمل حاجه زي كده. لان انت لازم تقدر ان انت تدير عمليات الدخول والخروج الى المخزن، ولازم تدير عمليات الجرد وغيرها من العمليات اللي بتبقى موجوده في المخازن. فانصحك انك تقعد مع حد امين مخازن او فاهم في المخازن، تفهم منه البيزنس كويس جدا قبل ما تخش في مشروع زي ده. ايه التحديات اللي انت ممكن تقابلك بقى وانت بتعمل مشروع زي ده؟ اول تحدي خلاص قلناه، وهو ان البيزنس ممكن يكون مش مفهوم، وقلنا ان احنا هنفهمه من اي حد امين مخازن. تاني تحدي وهو الريبورتينج، التقارير، واللي هو انا عامل عشانه اصلا المشروع ده. لانك مش هينفع تطلع المشروع ده من غير ما يكون عندك تقارير كتير جدا بتخرج من السيستم بتاعك. وده هيخليك تتعلم حاجه مثلا زي السيكوال ريبورتينج سيرفيس اللي هي الاس اس ار اس، او تتعلم حاجه مثلا زي الفاست ريبورت، او اي تول تقدر تطلع من خلالها تقارير على السيستم بتاعك. وده بينقلك لمستوى تاني خالص في البرمجه. التحدي اللي بعده ان انت هتبتدي تتعامل مع حجم داتا اكتر بكتير جدا كمان من المشروع اللي قبله. وكل ما الداتا بتكتر عندك في السيستم، كل ما ده بيبين قدراتك كمبرمج، ان كنت انت مبرمج على قدك او ان كنت انت مبرمج قادر ان انت فعلا تدير الكلام ده كله. رابع حاجة، انت هتتعامل مع حاجات محاسبية كتير، يعني في ايكويشنز ومعادلات وحاجات انت لازم تعمل لها ابلاينج عشان تحسب مثلا حاجة زي رصيد المخزن، تحسب حاجة مثلا زي متوسط التكلفة، شوية حاجات كده هتحتاج منك شوية يعني معلومات رياضية. ولو انت مش عارفها برضه تقدر تعمل عنها سيرش، او تقدر تسأل محاسب او امين مخزن هيقولك عليها. يعني مش لازم ان انت تكون عارفها وضليع في الرياضيات عشان تعمل برضه مشروع زي ده. نقدر برضه نسأل ونعرف اللي ناقصنا. ايه بقى المين فيتشرز اللي احنا عاوزينها في سيستم زي ده؟ سيستم زي ده بالمناسبة ده مش ويب سايت، ده في الغالب بيبقى لوحة تحكم. انت بتعمل لوحة التحكم وبتبني عليها السيستم بتاعك كله. يعني هيبقى عندك عملية الدخول والخروج من المخزن، شاشتين، شاشة للدخول وشاشة للخروج. هيبقى عندك مثلا شاشة للجرد بحيث تعمل الجرد عندك في المخزن وتشوف ايه الناقص وايه التوالف والكلام ده كله. هيبقى عندك بقى شاشات لتقارير كتير جدا، زي تقرير مثلا كارت الصنف، تقرير رصيد المخزن، وتقرير المنتجات التالفة والمنتجات المحولة من مخازن اخرى. وطبعا حاجات تفاصيل كتير في البيزنس مش عايز اخوت لك دماغك بيها دلوقتي، انت كده هتسأل عنها وهتعرف التفاصيل دي كلها يعني. فدي الفيتشرز اللي انا عاوزها تظهر. انا عاوز اقدر ادخل للمخزن، اخرج من المخزن، واقدر ان انا اطلع تقارير واعمل جرد. ونقطة مهمة جدا لازم تعملها في السيستم، وهي الانتجريشن مع الاي كوميرس. ان انا لما اعمل عملية بيع من الاي كوميرس تسمع عندي في المخزن، فلذلك لازم هتعمل عندك اي بي اي، تعمل صرف من المخزن في حالة ان انت بعت ايتم في الاي كوميرس. وبكده يا صديقي العزيز نبقى احنا حطينا اجزاء كتير جدا من السيستم الكبير بتاع الاي كوميرس. ودلوقتي الوقت اللي احنا سنغادر فيه بزنس الاي كوميرس تماما، وهنروح على بزنس تاني عشان نعلمك حاجات جديدة. المشروع رقم 5 وهو مشروع حجوزات. مشروع مثلا زي فيزيتا انت بتحجز عيادة، او مشروع مثلا زي booking.com فانت بتحجز أوضة في فندق. فكرة المشروع بمنتهى البساطة ان انا عندي مواعيد متاحة، وبختار ميعاد من المواعيد المتاحة دي وبحجزها. بعد ما انا بحجزه اللي بعدي ما عندوش القدرة ان هو يحجز الميعاد ده مرة تانية. طب ده هيفيدنا في ايه؟ او ايه التحديات اللي هيدخلنا فيها ويخلينا نتعلم اكتر؟ هيفيدك ان انت هتتعامل مع الداتابيز جامد قوي بقى. هتضطر ان انت تعمل تشيكس كتير على الداتابيز، فبالتالي تقدر ان انت تحصل على افضل بيرفورمانس في التشيكس بتاعتك دي. وده هيساعدك بشكل كبير قوي ان انت تقوي المهارات بتاعتك. بالاضافه ان هو هيعلمك ان انت تمانج الكالندر. في مشاريع كتير جدا في سوق العمل بيعتمد ان انت بتمانج مواعيد، عندك مواعيد والمواعيد دي انت بتعمل لها فلتريشن وبتحجز منها حاجات وبتسيب منها حاجات فاضيه. فمانجنج الكالندر من التحديات الجميله قوي اللي انا احب ان انت تتعلمها قبل ما تنزل حتى سوق العمل كمان. التحدي رقم 3 انك بتتعامل مع بيزنس جديد خالص، تتعامل مع حاجه جديده انت يمكن ما شفتهاش خالص في الكام مشروع اللي فاتوا، وحاجه يمكن فيها تفاصيل مختلفه عن كل اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. طيب ايه بقى المين فيتشرز اللي احنا عاوزين نطلع بيها من السيستم ده؟ اول حاجه ان انا يكون عندي مثلا لو انا بحجز عياده فانا عندي اكتر من عياده او عندي اكتر من دكتور. ما تعتمدش ان انت عندك دكتور واحد.
تاني حاجة ان انا يكون عندي لستة مواعيد مثلا لمدة سنة. لستة المواعيد دي انا بعرضها على شكل كالندر، فانت لازم تتعلم ازاي تتعامل مع البلجنز بتاعت الجافا سكريبت اللي بترسم الكالندر وبتشوف كل التفاصيل اللي جواها. تالت حاجة لازم تعرض تقارير عن الاوقات اللي محجوزة والاوقات اللي فاضية، فبالتالي هتضطر تحتك مرة اخرى بالريبورتنج اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية. رابع حاجة انك الابليكيشن ده لازم يكون ويب سايت ولازم يكون موبايل ابليكيشن. فيا سلام لو انت كنت وصلت للمرحلة دي وبقيت قادر ان انت تعمل موبايل ابليكيشن كمان بنفسك، سواء كنت انت اتعلمت حاجة مثلا زي الفلاتر، او لو انت ماشي بقى في عيلة الدوت نت زي حالتنا فانت متعلم بقى الاي اس بي دوت نت وتعلمت معها الدوت نت ماوي الجديد اللي احنا ان شاء الله هنعمل عنه كورس تفاعلي قريب. فبالتالي انت بقيت قادر ان انت تعمل المنظومة كلها من خلال كود واحد فقط انت بتكتبه. مهم قوي كل المشاريع بتاعتك اللي احنا اتكلمنا عنها تحطها على الجيت هاب، ده اول حاجة. تاني حاجة مهم قوي ان انت المشاريع دي لو تقدر ترفعها على فري هوستنج هيفرق معاك كتير جدا جدا جدا، لانك هتحط اللينكس بتاعتها في السي في بتاعك. ومهم قوي ان انت تخلي المشاريع بتاعتك شكلها حلو. يعني لو انت مش قادر ان انت تعمل التمبلت فروم سكراتش، وانا مش بطالبك انك تعمل ده، اشتري تمبلت وحطها او نزل تمبلت مجانيه بس يكون شكلها حلو، بس تظهر المشروع بتاعك بشكل جميل. الداشبورد بتاعتك لازم تكون سهله، ما ينفعش فكره ان انا كل تيبل بعمل له شاشه في الداشبورد. شفت شباب كتير بيعملوا الموضوع ده، لا، ركز على سهوله الاستخدام. كل ما تعدي مشروع للتاني طور نفسك في سهوله الاستخدام، لازم الداشبورد بتاعتك تكون سهله. نقطه تانية مهمه ان انت لازم تحسن في الكود بتاعك. لو الكود بتاعك مش بيتحسن فايه لازمه كل المشاريع اللي احنا بنعملها؟ فانت حاول بعد ما تخلص كل مشروع تعرضه على حد فاهم، حتى لو هتدفع له فلوس في ان هو يعمل لك ريفيو، بس يدي لك تفاصيل تساعدك انك تطور الكود بتاعك في المشروع اللي بعده. عندنا مشروع ان شاء الله شغالين عليه ان احنا هنعمل المشاريع دي واكتر منها في تدريب لمدة شهور متتالية. فكل شهر هيكون عندك فرصة انك تعمل كونسلتيشن مع ديفلوبرز موجودين عندنا في الشركة، يدخلوا معاك يعدلوا لك على الكود، يدوا لك نصايح، يساعدوك ان انت تطور من نفسك بشكل كبير قوي. لو عجبتك الفكرة اكتب لي في الكومنتس عشان نتشجع ونسرع في ان احنا نعملها ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو عجبك واشوفك على خير ان شاء الله في فيديو جاي. سلام عليكم.